طب قول لي 3 حاجات في البنت ان لو لقيتها في البنت دي خلاص، دي خلاص اعتمدت تخص الشاذلي. انت قلت 12 حاجه ولا 3 3؟ 23. يكون عندها 23 سنه. شاذلي، انت غيرت في اوضه الملابس ولا ما غيرتش جاي كده؟ لا جاي كده. اصل هم حاطين لي كاميرات في اوضه الملابس. لا انا مش عامل زيك. بس المخرج عايز يقفش عليها فيديوهات عشان لو رحت دي ام سي ولا حاجه. عايز اكلمك على فرضيه بتحصل، ما اعرفش انت واخد بالك منها ولا لا، في المصايب، بعيده عن شغل الماركت. في المصايب دايما لما يحصل حريقه مثلا يقول لك فين الراجل اللي هنا، خش شوف الحريقه. طبعا. وبعدها اول حاجه يحاولوا ينقذوها الست. الست لازم تخرج حالا دلوقتي. لو ركبت اتوبيس هتلاقي الست تقعد الست والراجل تقعد واقف لها. والراجل يقف ليه في. طبيعي. وفي الاخر يقول لك احنا عايزين مساواه. هو مين هو كده؟ احنا اللي عايزين مساواه. مش حوار مساواه، لا ايه بقى هو الحوار الراجل حاجة؟ الراجل في حته تاني المفروض هو معروف ان هو في حته تاني خالص. اوكي. انا وانت سهرانين دلوقتي عشان خاطر احنا عندنا اكل عشان عيشنا وشغلنا كفرانين ودنيتنا وعنا ومقتلنا. لا هو المساواه دي في حاجات تانية، لكن مش في راجل بست في كيانه وفي شغله وتقول له لا انا زيك، انت عمرك ما هتكوني زيي. ايوه صح. استحاله تتحملي اللي بتحمله. طب ما مش حلو هتقفي اهو. معايا في عرض في وسط الناس، مش هتقفي معايا بإيه صفقه، مش هتقفي انت في وسط الناس تعجزي تمنعي مشكله هتحصل، مش هتعرفي تتعاملي في كل الكلام ده حتى لو انت هيرو. في منهم ناس يحترموا ويتشالوا فوق الراس وبيقفوا وبيعملوا وكتر الف خيرهم، بس مش ال 100%. مش عمرها ما هتبقى زي. استحاله. وهي عندها حاجات احنا ما بنعرفش نعملها. طبعا. هي بتشيل بيت، بتشيل اطفال. طبعا. انت بتقعد مع ابنك نص ساعه بتبقى انا دماغك مش هعرف. انا طبعا مش هتعرف تعمل كده بصراحه مش هضحك عليك واقول لك لا طبعا. استحاله. انت بتفهم الست؟ لحد ما طبعا اكيد مش هفهمها ليه يعني انا. بتفهم الست ازاي؟ مش عارف تفهم الستات. ازاي طبعا. بامانه ربنا. ملوك النكد في العالم. انت بتقول بفهم الست. انا هقول لك على اغنيه انغام غنتها. دي ست غنت الكلام ده، وفي ملحن لحنه، في واحده كتبته. بتقول حصل. ايه في الاغنيه؟ ايوه بحبك قوي بس مش عايزاك، منافقه. زعلانه منك بس مبسوطه معاك. ده تعب. ده كده انت مش بقول لك هو انا بدايه النكد اهو. مش طايق اشوفك لكن وحشتني، اهو. وبشك فيك لكن حقيقي هو مصدقك. انت بكلمتين تعرف تعمل كل ده؟ انت بكلمتين ده بتعمل كل تناقض. ده؟ ده تناقض انت يعني. كارمن سليمان قالت لك في اغنيه، قالت لك حبيبي ومش حبيبي. انا ايه ده مش عارفه. طب انت روحي تعالجي هو تعالجنا. احنا مش مشكلتنا. طب انا اقول لك على اغنيه بمناسبه روحي تعالجي، عشان لسه غنت اغنيه. لو ما كانتش قالت الجمله دي في الاخر انا كنت ايه، قطعت زعلت الست دي. منها. قالت ايه؟ لازم احسك على طول عم بتحبني، ما بيرضيني الحب العادي، على طول بدي حس زياده. اقعد بقى ما وراكش غيري. اقعد كده، اقعد قدامي، ما تعملش، ما تروحش، ما تجيش، اعمل كل حاجه قدامي، شيلني دخلني المطبخ، رجعني الحمام، طب اعمل لك ايه طيب؟ قد ما اخد بدي اكتر. ومعي راح تتعب. ده كده لازم اتعب. اتعب ايه؟ تعبت اصلا بالكلام. بس اجمل جمله بقى قالتها في الاخر اللي هي تخليك تسكت بقى، تعدلها دي. انا مريضه اهتمام. طبيعي. مريضه. ما هو فيش حل تاني. غصب يا ربي. انا بحبك جدا يا شاذلي. حبيبي والله بحق العظيم. ربنا. حبيبي فوق عارف دماغي ليه؟ والله. علشان انا مصدقك. يعني انا دي اهم حاجه. اي فيديو انت عملته، يعني حتى الحاجات اللي بان فيها المنافسه الاول، انا قلت ان الناس بتنافس بعض وبتاع وبيهزروا. امر طبيعي يعني عادي في اي مكان. فصباح الفل عادي. بعد كده لقيتك بتتكلم في موضوع الصفقات اللي دمها خفيف جدا ومتصدقه جدا ومش مشهد تمثيلي. لا نهائي والله، كله ارتجال في انت وقتها. عملت اغنيه جامده جدا. اول كسرت واحده الدنيا. علي المايك. على المايك. يعني هو حسيت اصلا صاحبي اللي هو اللي موزع ده هو مش مصدق. هو لما قال لي تعالى نسجلها، اللي هو تعالى يا عم ما جاتش عليك يلا عشان ما تزعلش. كده. فهو اتفاجئ ان في حد هو شايف حد فاهم، مع ان انا مش فاهم ولا عارف انا بعمل ايه اصلا. عايز اقول لك مبهجه وبترقص الاغنيه حبيبي وبتماركت والله. لللبس. وعشان انا عمري بس ما رتبت الحاجه. حلو. حتى الصفقات البصل انا ما كنتش متخيل ان ممكن يحصل كده من ورا البصل يعني نهائي. ما انا اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي كل المصريين في بيوتهم بيتكلموا البصل 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 أيوة. البصل البصل. فلقينا واحد ظهر قال لك ايه يا جماعه البصل البصل عندي ب3 جنيه. بكذا.
فابسط حاجه اللي خلت الناس تتفاعل او تقول لك ان انت بتتكلم في نفس مشكلتي، ايوه انت قفشت المشكله اللي انا بفكر فيها دلوقتي. مش حلتها لك، على الاقل حلتها الجزء هي مش بس بسيط حليت. جدا ل 100 200 شخص على الاقل. الله ينور عليك. يعني هي على الأقل. فكره انك ذكرت القصه اصلا، فانا حسيت انك حاسس بيا طبعا. فحبيت. طب شاذلي مش بتاع صفقات، شاذلي بتاع ايه؟ شاذلي بتاع ملابس بس. اوكي شاذلي اصلا اسمه ملابس مش حاجه تانية. حلو. الصفقات دي بقى يعني بدات في يوم شاذلي، بقت خلاص جزء من يوم، وخلاص لازم يبقى في كل يوم في شاذلي صفقه الناس مستنيها من شاذلي. انا بحس ان انت عندك مصداقيه جامده جدا لدرجه انك ما حصل معاك دروب من الايام اللي فاتت مع احد الصفقات والناس اتزحمت بدات وحصل اروح حوار. بنفس الصفقات وقت العروض. بالظبط. يعني رحت طبعا. بعدها وعملت تاني ونوهت، طبعا. ما عملتش بقى اللي هو يا عم فكك منهم انا استحالة. مالي. انا بخش ادور على ال 50 كومنت السلبيين، أوكي. مش على ال 2000 الحلوين. اشوف السلبيات دي واقعه مني ايه فيهم، ممكن يكون واقع مني حاجه طفل يعدلها لي. حلو. انت في المكان بتاعك اليوم اللي بتعمل فيه العرض ده ما بيبقاش فيه زحمه بره وعظيمه وبتاع والكلام ده في ولا وقت العرض، ساعه العرض وقت العرض بس؟ اللي هو من 6 ل 7. اوكي حلو. انا لو جيت هعرف ادخل اخد حاجه ولا هتضرب في النص؟ مش حوار هتتضرب، انت غصب عنك، انت داخل عايز الصفقه، في 10000 غيرك عايزها برضه في نفس الوقت. أوكي. انت بقى حط دي قدام دي. طب ما تقول لي انت مثلا بتفتح 6 الصبح، اجي لك انا 5 خدها بسرعه. اما حد يخش لك يقول لك انا معايا 1000 جنيه يا شاذلي وعايز يوم، فانت تقول له مش 1000 جنيه ومش عارف ايه، هتخرج ايه، تعالى ادي 1 2 3 4. لازم يحس ان ال1000 جنيه ده عندي حاجه كبيره، ما يبقاش مجرد رقم كده انت بتقوله هو ممكن اجيب بيه حاجه. عندي انا لا، عندي انا تحس ان ال1000 جنيه ده انت جايز نفسك بيه. لازم تحس ارمي لك 5 6 7 قطع بال1000 جنيه، تحس كده ان انت ضاحك على الدنيا كلها، تحس ان انت ماشي مرفوع الراس، بدل ما تخش مكان تاني ليهم دنيتهم وناسهم وزباينهم مش بتاعتي. تخش بال1000 جنيه تبقى انت اصلا خايف تخش المحل، ولو مرعوب من الازاز اللي ورا المحل ان انت هتخش اصلا هتتحرج وهتتكسف. تعالى انا بقى بال1000 جنيه ده اتنطط وانت داخل، حط طبل بلدي وانت داخل معاك. طب حلو قوي. بس انت وانت بتعرف تماركت للحاجات دي، شاذلي بيماركت لنفسه ازاي؟ لو بيتقدم لواحده هيقنعها بنفسه. احنا عندنا المذيعه الجميله بتاعتنا ياسمين عز قالت انا بحب الراجل اللي صوته شتوي وانت صوتك شتوي. 3 بحب الفراعنه وانت فرعون قد الدنيا. اقنع ياسمين عز كده بنفسك عشان خاطر تتقدم ياسمين ذات نفسها ولا حد تاني؟ ياسمين عشان تتقدم لها. ياسمين انا مش بتاع جواز بس يعني جات لي صفقه جواز يا ياسمين ومعلش انا ضعفت فممكن رقم باباك يا ياسمين بس كده. ودي رساله للاستاذه ياسمين عز، صفقه مش بتاع شاذلي مش بتاع جواز بس عادي ياسمين ممكن يعني عادي افكر. انت بتغني اغاني دمها خفيف وبترقص لوحدها؟ بتغني رومانسي؟ لا طب تخيل بقى شاذلي بيغني رومانسي. يا ربنا انا حاسس ان الراجل ده جواه انسان عاشق. بالله عليك سمعني حاجه لو ما كنتش انت تلبسني مين هيلبسني؟ انت بتحب مين من المطربين؟ بص انا عامه انا بحب رامي صبري، بحب اسمعه. جامد قوي بجد. حافظ ايه رامي صبري؟ لا يعني غنى يا شاذلي وحياة ربنا عينه لمعت لما جبت سيره الرومانسيه. غنى يا شاذلي بالله عليك بالله عليك. لا طب ممكن مثلا اقول لك مثلا تامر حسني برضو بحبه جدا. جدا بقى جدا طبعا. حبيبي وانت بعيد حافظها؟ يعني محتاج للمسه ايد. تخيل بقى دلوقتي انا مش بس عشان سرحت انت سرحت وانا خفت يا شاذلي. لا انا مش بتحرش اصل انا بقول حبيبي بعيد راح اللي محتاج للمسه ده بيكمل لي الجمله. طب بالله عليك غنيه. حبيبي لا ما هو تخيل الصوت ده بيغني يا حبيبي. المهم تكون حاسس، المهم تكون حاسس وحياة ربنا مش الصوت. يعني بتقول ايه مثلا هي؟ حبيبي وانت بعيد محتاج للمسة ايد. بس الباقي بقى انت كمل معايا بقى. يلا. من غير ولا همسه. انت اخترت اغنيه صعبه ليه؟ ما فيها الدنيا سهله. طب هات لي انت السهل. ايه زي ايه؟ يعني مثلا اغنيه اللي هو غناها في فيلم اللي هو اسمه ايه؟ بحبك ده بحبك هرمون السعاده اسمها ايه؟ فكرونا يا جماعه عادي، فكرونا لو حد فيكم فاكر. نغني ممكن نغني عصام صاصا. كنت مفلس خالص بس دي مش لا مش دي. في اغنيه اللي هو بيقول لها فيها بحبك دي. انتوا كلكم تراجعوا مش تامر حسني؟ يا جدعان
طب مين نقول مين؟ طب رامي صبري يمكن خير. يمكن خير. ما تفكرني كده بالدخلات، خلي بالك انا مش قاعد انا وحياة ربنا ما فاكر أنا الدخلات، انت فاكرني الساعه الوحيده اللي ببقى فاضي فيها انا بحب رامي صبري اسمعه، بس الساعه اللي ببقى فاضي فيها بس مش- بسمع عصام صاصا الله من الاخر يعني. الكروان. طبعا طب ما تدينا حته الكروان. نص سيتو مني. نص سيتو مني يا صاصا، نص سيتو مني. انت عارف ان عصام ما شاء الله واخد رقم 2 تقريبا ما في شاء الله عليه، هو ما شاء مجتهد الله، الله جدا أكبر. وهو تعب وهو يستاهل المكان اللي هو فيه بجد يعني. اوكي. هو يستاهل، انا بحب حب الناس ليه جدا الله بجد يعني. انا بحب الخير للناس اصلا قوي كده كده. خلاص ربنا اداني الحته دي خلاص بقى، يا رب يدي فلان وعلان وترتان عشان ما ابقاش لوحدي نهائي. في صوره هنا في المكان لشخص ما شاء الله الله اكبر، هو حد من الفراعنه، من الاغريق الجامدين قوي. فرعون الفرعون اهو. انت اهو. أنا مش لاقي لماح اقسم والله بالله ما لاقي لماح. غيرها اهي اهو. بص فرعون من وهو صغير اهو. انا عايز اقول لك انا بحاول ما تتوهش، اتوهك. قاطع عليها من اول ما راح دخل قاطم. من الاخر يعني اهي. ايه ماله مش عايز- فرعون طب ايه اقسم بالله فرعون مصر فرعون من هو ده. صغير اهو. بص تحس ان في من من توت عنخ امون مثلا. بس بذمتك واجهه يعني ما شاء الله طبعا. ولا شيء؟ لا لا يا ريس دي تتلم كده ناخدها واحنا مروحين، عشان كده ده نكسر. غلط على الديكور. طبعا مش حتى ما لفتش نظرك لا تمام اي حاجه كده. جميل والله. بيشحت الراجل علينا. أنا صعب عليا من اول ما دخلت والله، كنت عايز اخده اربيه عندي فيديو ولا حاجه. بيقول لك لما تقف على رجلك هتجيلك مكالمه، عامل ايه وحشتني، ترد تقول ايه؟ هقول له عارف بقى لما بتجي انا اقسم بالله عادي بستقبلها وبكمل، بتهزر. واقسم بالله ما ورب بتقولش الكون. كنت فين لا لما لا لا أنا- لا 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 لا، مش من الناس دي انا ابدا. نسيت هو عمل ايه اصلا، نسيت اصلا هو عمل ايه. ومركز في اللي جاي. يا لهوي، هو انا لو قعدت مع كل واحد عمل معايا ايه انا هقعد بس في احزاني؟ لا طبعا ده فشل. فشل ان انا اعمل حساب اللي ده زعل ده كنت في يوم من الايام ده عمل معاك ايه. لا انا مش عدواني، انا مش شخص، انا مسالم مع نفسي، انا عارف واثق في نفسي خلاص. انت معايا مش معايا دي بتاعتك، دي بتاعتك. بس تتعامل معاه عادي بعد لا كده. تعمل ولا هو موجود زي مش موجود. هو لما ما كانش موجود غير حاجه؟ لما موجود هيضيف حاجه؟ لا موجود عادي. انا اولى بقى يفتكر لي بقى الخير دلوقتي، يمكن في يوم من الايام يبقى عنده اصل يقول لك لما احتاجته ولقيته بس. صح. وعلى فكره انت كده كسفت جبهته بالطريقه. انا بعمل اللي بعمل اللي ربنا مش بعمل ايه هو. في فرضيه الستات بتقول يقول لك ايه، الرجاله كلها عينيها زيغه. طبعا هم مقتنعين بكده. مليون المية. وانت ما ينفعش ما تقتنعش بكده. اوعي تفكري ان اللي معاكي ده شيخ جامد، انسي والنبي لو هو لسه من على السجاده أيوة. هيخش الحمام بالتليفون انسي. انا بقول لك اهو دلوقتي طب احنا عايزين نحل الحوار ده. مفيش حل انا عندي فرضيه يا ريس، ما اديني مش يا باشا، عندي فرضيه اتقل عشان خاطر عم مش عارف. حصل هي مقتنعه 100% ان انت هتخونها. طبعا. ايه اللي يحصل لما انا اروح اقول لها طب انت مقتنعه ان انا هخونك؟ طب وانت ما هتخوني. وافقي طب خلاص تختاري انت واحده اخونك معاها، بس ويا ريت تكون ساره مثلا. بس انت كده. حاطط هناك على ارمي لها هند عشان تكمل مثلا، كملي على الخطه دي، تكون فلانه وتبقى كذا انت كذا كذا عارفه. وتبقى انتوا صحاب مع بعضيكم وعادي. ايه رايك في الفرضيه دي؟ والله العظيم يا ريت. يا جماعه وحياه الموضوع ربنا سقف الشاذلي في اقسم بالله انا سقف لشاذلي. الموضوع اسهل لا. طب ما تبقيش فاكره انك اخر القطعه اللي مش موجود منها في العالم العربي كله. انت مش فاهمه. خلاص انت يا ستي ليكي كل الاحترام وليكي كل حاجه، بس انا مش عارف امسك عيني. دي حاجه غصب عني. هي اللي بتقول مش عينك زي بمزاجي. ولو مسكتها هتتهم يا برضه اخويا ولو عملت ايه يا حبيبي. لو عملت ايه ولو انت معاكي مين غصب يا ربي عينه بتروح كده وكده 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 وكده، وبيروح البيت بيغسل المواعين. من الاخر اسمع مني برضه. انا معاك لاي حاجه. بص عايز تروح في اي مكان انا معاك فيه. انا مش عايز ابوظ له، اعمل له مشاكل. ابعد عني عشان انا خد. قلت لك ابعد عني عشان انا خفي. ابعد عني عشان انا عندي مواعيد النهارده. الناس كم؟ بتقول ما شاء الله اكبر لما بيشوفوك كده بيقولوا ان انت سي السيد، واللهم صل على النبي. انا راسم لده يعني ايه لسه؟ طبعا ليه لا نفسك. يا جدع ليه لا. خليني اعبر عن حياتي حتى قدام الكاميرا هنا. مش هتمشوني على مزاجكم. انا ما بتطلعليش حس في البيت. لا بيطلع طبعا. بس بعيط.
كمل موضوع غير الموضوع. بتشوف الناس بتاعت يا محمد يا لهوي، يا علاء، ببقى نفسي اخش جوه التليفون اجيب محمد وعلاء دول التوب التوب. اكتفهم. ايه ده؟ الناس دي بجد 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 يعني مش قصدي حاجه، بس الناس دي هم يعني علينا. اقسم بالله الناس دي مبوظه منظرنا صورتك. وسمعتنا فوق ما انت متخيل. ما لهمش الناس حق دي يعني. باهاليهم بامهاتهم بابوهم ما تربوش بربع جنيه. ان هو يتعب عشان يجيب جنيه او يسيب بنته او مراته او زوجته يقف قدام محمد واحمد وعلاء وينادي وامدح في مين وعلي في مين ومين اللي انت بتغني له، مين اللي انت عشان يرمي لك. هو ايه عشان ده؟ مهما ايه كان ده؟ المردود انت مش انت والله رافض العظيم الفكر. لو هيديني في اليوم مليون جنيه والله ما افكر مين ده اللي هو اللي انا اقول له يا فلان عشان يرمي لي. هو انا قرد؟ تحس ان الراجل اللي بيعمل كده او الست، تحس ان هم ايه ده لا مبدأ ولا يا كرامه باشا؟ عارف يعني ايه تخلي ولا مراتك وعيالك، انت وبيتك ومراتك وعيالك قدام الكاميرا مقفول عليهم. اراجوزات؟ انتوا اراجوزات، احنا بنتفرج عليكم اراجوزات، بنرمي لكم زي البوبي اللي في الشارع ولا زي القرد او النسناس، بنرمي له من فوق عشان خاطر يتنطط تاني. ايه ده؟ يقول لك اصل أصل هنعمل إيه؟ ايه والظروف ومش ظروف الظروف. ايه؟ انت بتعيب نفسك، ما بتعيبش الظروف. انت لنفسك. بنتك اللي هتقدم لها ده هيجي هتقول له ايه؟ هتقدم لبنتك اللي واقفه قدام محمد واحمد بتتنطط دي، انا هاجي اتقدم لها بس خد ازاي؟ بالك العلاقه ما بين الاب والبنت مثلا باظت بسبب الحوار ما ده. في هو في باظت. اب دلوقتي؟ انت مش شايف في اب ما ينفع تخش مثلا الجيل الجديد ده الا من رحم ربي تعرف تتكلم مع. انت بتشوف اللي بتشتم ابوها وبتشوف اللي بتعلي صوت على ابوها وبتشوف اللي. ايه ده؟ والاب طالع معاها وموافق على لبسها وعلى اللي بتعمله وعلى اللي باشا انا ما بتقدمه. اعرفش اقف قدام ابويا لابس السلسله دي اللي انا لابسها. ما اعرفش اقف قدامه اصلا. انت بتهزر؟ اوكي. استحاله. في لا الناس دي لا 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 لا. في حاجه في ولا وفي بقى افكار غريبه لا يعني مبالاه بص، انا مضحكني. وارمي دقيق وارمي ورمي بسطرمه دقيق، وارمي بيض واحد بيطلع نايم، ايه ده يا ابني ده؟ واحد بيطلع نايم. انا ذنبي ايه هو ان ما انت عملش نايم حاجه. وبتترعش في ميه؟ ما تشيل رجلك من الميه يا عم. انا يا سمك انا تلبس سمك. شراب يا عم يعني. اللايفات دي اللي بترمي لك فلوس دي كلها ما جبتش ب 35 جنيه شرابات مثلا تلبسها عشان ما تبردش؟ اه ما كل اللايفات دي ما شلتش الميه، ما جبتش حد من شركه الكهرباء، ما حدش من شركه الكهرباء بيتفرج على اللايف. ايه يا عم؟ انت هتفضل طول الوقت بتعمل لي كده؟ هو هتشبت عليا في ايه؟ طب ما انت تاني يوم نفس الحكايه دي. طب الفلوس اللي بتاخدها دي ما فيش، ما بتلبسش جاكيت، ما بتجيبش بطانيه. اللي بيتبرعوا دول مش هيروحوا يتبرعوا لك؟ لا. انا عايز اظهر لك بكده. انا ممثل فبظهر لك بالطريقه دي، جامد. فبعرف امثل عليك فبيوصل لك. بس هي انت تمثيليه. انت بتطلعش لايف على تيك توك ولا بتطلع؟ اطلع لايف اقفل كل حاجه، بس بتطلع. اشرح عندي عرض ايه، في اشرح شغلك. حصل مني ايه غلط النهارده، حلو. اتكلم في حاجه وقعت مني اقفل سلام عليكم. حلو. لا ترمي له ولا ارمي لك ولا حياك الله ولا الكلام ده كله ما اعرفوش. يمكن عشان كده ربنا كرمك. هي يا مش ابني من والله. سمات الراجل اصلا. مم. اطلع اطلب من راجل؟ لا يا عم انا قد الدنيا. اخواتي اللي هم بقى ارمي لي يا فلان والله حياك الله ارحب يا مسعود، كلهم بقوا خلايجه. خلي بالك المصريين كلهم لسانهم اتعوج بقوا خلايجه. كل لسانهم بقى ارحب ومسعود وهياك الله ايه ده؟ والتحديات الزفت اللي ايه ده يا عم؟ تعمل اي حاجه عشان الفلوس، اي حاجه. ودلو ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ اخش انا لامي مثلا وانا بالبيض كده، امه بالله عليك هات لي الفوطه، قولي لي الفوطه عشان خاطر مريم غرقتني بيض. مريم مين يا ابني؟ انت معاك حد جوه؟ لا يا ستي مريم اللي معايا في اللايف. ايه ده يا عم؟ لا لا دي قله قيمه من الراجل ومن الست ومن جوز الست ومن ابو الست ومن كل العيله. ايه اللحظه الفتره اللي فاتت في حياتك اللي انت حسيت انك ممكن تدمع من الفرحه فيها؟ لحظات الاطفال لما بتلاقي طفل اصلا بيجري عليك بيحضنك اكنك ابوه. من المعجبين يا لهوي. بالمحتوى اللي انت بتقدمه. سيبك من الكبير فاهم عارف. الطفل ده بينه وبين ربنا ايه ان هو يجري عليك يحضنك اكنك ابوه ده. اقسم بالله العظيم ببقى واقف برتعش من الاطفال دي. ان هو انت ازاي حبيتني كده؟ انت ماسك فيها مش عايز تروح لابوك وامك. ماسكني وبتحضني وبتبوس فيا وانا مش ايه ده يا ابني ده؟ انا بقول لنفسي هو انا بجد كده؟ انا ببقى واثق في نفسي جدا الحمد لله. بس انا بتاع ملابس في الاول والاخر. انا مش مطرب مش مغني مش ملحن مش مايسترو مش لعيب كوره، انا بتاع ملابس. فلما يحصل ده ربنا يحط حب الناس في واحد بتاع ملابس لكل نص البلد، منهم بيحبوه منهم اللي هم ومنهم بس انت بتاع ملابس. بس انت عارف ان انت بتقول حاجه دلوقتي مش اي حد بيعرف
يقف معاها ويبقى متصالح مع الموضوع ده، اللي هي ايه؟ انت ما شاء الله الله اكبر، ربنا رزقك صورة اكبر من الشهرة ومن النجاح تخليك ما تقولش كلمة بتاع ملابس بسهولة كده، تخلي الشيطان يلعب لك في دماغك. طب ما انا اسميها رجل اعمال، لا 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 طب ما انا اسميها انفلونسر زي ما يا باشا، بيقولوا. الغرور بيدمر. اول ما الغرور يتملك منك وتشوف نفسك ان انت تلاقي نفسك خدت اول نص في حياتك ما تعرفش هو جالك منين بسبب الغرور. غرورك اول ما يتحكم فيك بتبدا انت ما بتعرفش اللي داخل فين واللي خارج فين وجبت ايه النهارده وبعت ايه. اول ما بتعرفش اللي حواليك ده ايه، اعرف ان انت بدات تتدمر. ما تعرفش في جيبك كام، معاك كام، صرفت ايه النهارده، في ايه في جيبك، في ايه في بيتك، في ايه محلاتك، جردك، سيستمك، دنيتك، فلوس الناس، دفعاتك، دنيتك. اول ما اول غلطه تقع منك اعرف ان انت بدات تتغر، اعرف ان انت هتتدمر. او واقف في لحظتها على نفسي الله اشوف ينور الغلط عليك. فين اصلحه. انا بتاع ملابس مش حاجه تانية. نرجع لموضوعنا المهم. يا عم ابعد عن موضوعنا. غريب. غريب. سمعت ان انت عندك عربيه ما شاء الله، يعني هي سوبر هيرو بتاعك بتشيل صيني صيني. لا مش بتكلم على العربيه. عشان اول ما انت قلت ما شاء الله في ناس سرعت بقى في الرنج، سرعت بقى في انا بلم الدنيا الاول وبعد كده كمل انت. صيني هفل صيني. سمعنا ان انت علاء صوت. علاء صوت. موديل كذا رشه بره. علاء صوت. العربيه يعني سالت غريب صديقك اللي شغال مدير اعمالك، سالته وانتوا جيتوا قبل في التصوير تشربوا ايه؟ قال لي شربنا في العربيه. بعد شويه بقول له تاكلوا ايه؟ قال لي كلنا في العربيه. بعد شويه تغيروا فين؟ غيرنا في حصل. هي عربيه دولاب متحرك فيها كل حاجه. ما شاء الله. فيها مش كل الامكانيات، فيها كل حاجه. فيها لبسي، فيها الشوزات، فيها المشاريب اللي بنشربها اللي بنحبها، الشواحن، اي اكسسوارز، اي حاجه في العربيه. سؤال مهم، فيها فلوس؟ لا. سكت لي شويه الاول. فيها مصاريفها. اوكي. مشوارها مروحها من جايه كده يا يعني. عم مش عايز ليه اقلق وحياة ربنا. يا ابني بتفتح عيون الناس علينا ليه يا ابني؟ صيني. طب قول لي 3 حاجات في البنت ان لو لقيتها في البنت دي خلاص، دي خلاص اعتمدت تخص الشاذلي. في الطبع ولا في الشكل؟ انا سايب السؤال عام، حدد انت. لا عادي، انت وخيالك انا معاك في كل الاحوال. الشكل. 12 انت قلت 12 حاجه ولا 3؟ 23. يكون عندها 23 سنه. السن ده حلو. لا يعني بص اقول لك حاجه. طبعا لو هنتكلم على الشكل، طبعا يعني مثلا هنقول مثلا مش طويله ومش قصيره، وسط كده. طبعا ما تكونش بيضه. كفايه ما تكونش ولا بيضه؟ لا بيضه. تكون بيضه. خلصانه. عينيها واسعه او ضيقه عادي. يا عم لسه في انت هتزاولنا ليه؟ او ضيقه عادي. بس بقى تكون بقى ايه، عائله حنينه. اوكي. اهم حاجه دي. انت ناقص احنا. يا لهوي ده انا هو بيسرح فيا انا ليه؟ هو كل ما اقول له هيبص لي يقول لي يا لهوي. بيقول ايه ده؟ بيقول ايه اهو ده اللي بيقولها. شاذلي انا مبسوط جدا بان انت معايا النهارده والله العظيم فوق دماغي وحياة ربنا. حبيبي اقسم بالله اتبسطت في الحلقه جدا معاك. ده اللي هم ايه؟ كفايه كده اسئله خلاص عشان خاطر عشان نروح يطلع لي صوت في البيت. عايز كلمه اخيره لاخوك الفرعون الصغير. الفرعون الصغير حد بجد يعني حد محترم جدا، حد بيضحك وشه فيه القبول كده، حد طموح، شايفه حد طموح بس من هو صغير كده باين عليه ان هو يا حبيب اخوك طموح. بس الصوره دي نسيبها ولا نشيلها؟ شيلها. في احلى هنحط بتاعت النهارده يا استاذ مصطفى. نورتنا يا شاذلي حبيبي بنورك والله. انا مش انا اللي هقفل الحلقه، انت اللي هتقفلها. ماشي يلا. انا مش بتاع حلقات ولا ليا في الحلقات، بس جات لي صفقه حلقات من اخويا وليد وقلت اعملها. قلت اعمل حلقه مع اخويا وليد. يقول ايه ده؟ يلا زيع.